عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة كوماندا واتساب. طبعا زي ما انت حضرتك شايف كده في عنوان الفيديو النهاردة معانا طريقة عمل فيروسات جيت الاتصال اللي هي اسمها كونكت. تمام. طبعا قبل ما اخش في الشرح عايزك تصلي على النبي وتنزل تشترك في القناة. ده مبدئيا كده عشان ايه الدور اللي فات انا قلت محدش يشترك، محدش يشترك بجد. بس عادي والله لو ما اشتركتوش برضه انا مش فارق معايا. طبعا ده مش فيديو لو انا قلت لو في ريتش وكده، لان ما حصلش ريتش اصلا على الفيديو اللي فات. تمام. فلو ده اجي عليه في الريتش اللي هو في دماغي هنزل الفيديو اللي انا بقول عليه، غير كده مش هنزل. تمام. طبعا التطبيقات المستخدمه في الشرح هسيب لك لينك تحملهم يا في وصف الفيديو يا في التعليقات. تمام. يعني لو ما تلاقيتهاش في التعليقات هتلاقيها في الوصف. يعني ما فيش واحد يجي يستظرف يقول لي ايه انا مش لاقي اللينك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعت لكم من تاني. طبعا احنا كلنا هنحتاجه البرنامج ده والبرنامج ده. طبعا انا هسيبهم لكم يا اما في تعليق مثبت يا اما في الديسكربشن. طبعا دي او دي واحده يا جماعه يعني. تمام. طبعا ايه انت هتحتاج ده للتشفير. هنشفر مثلا ولنفترض انت ممكن تشفر اسمك عادي. انا مثلا هشفر دي تمام. شايف دي بتيجي التشفير ازاي؟ لا احنا مش هناخد التشفير ده مش حلو. تمام. انت هتختار اي واحد من ده او ده او ده. انا بحب ده، بفضل ده. في غيرنا بيفضل ده، انا بقى بفضل ده. هتقولي ليه الاختلاف؟ فاقول لك في الكلام في الحروف اللي تحت دي. تمام. لو نفترض اللي احنا خدنا دي. تمام. هتقعد تكتب دي مثلا ادي واحده، ادي الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، سته. بس سته كفايه قوي يعني. انت بص بقى تيجي تروح مثلا على الملاحظات دي. نفترض مثلا يعني شايف كده ده بقى قد ايه؟ شويه الكتابه دول بس الجهاز علق. يعني شايف الحافظه علقت منه. فاهم؟ دول كفايه يعني. هتهنج اهي، هي هنجت والله. دول 3660 حرف. تمام. يعني تتخيل كده انك تخش بقى على التطبيق بتاعنا اللي هو عليه الشرح النهارده. انت دول انا كنت مجربهم. بص انت اول ما تخش عليه مش ده. تمام. اول ما يخش مش هيبقى فيه دول. تمام. انت هتدوس على الثلاث نقط انشاء دي. ماشي اهو. قشطه كده ماشيين حته حته حته. تمام. اكتب هنا اللي انت عاوزه. نفترض كوماندا اهو. سيبك بقى من انا بعمل ايه ده كده حاجه يعني. ماشي. والاسم الاول ده فكك منه، واللي تحت الوسط والعائلي ده والده كل ده فكك منه. التشفير راح، هنعمله تاني عادي. تمام. وكررها بقى يعني. فاهمني؟ هنكررها مثلا 5 6 7 10 مرات كده. شوف جاي لك ازاي. هو التشفير مكتوب باسمك خلي بالك يعني. انت لو جيت تلاحظ هنا كوماندا واتساب اي. ماشي. هنا بقى تعمل ايه؟ انت كتبت فوق اسمك، ممكن تحط هنا إيه واتساب اللي هو تاني اسم. قشطه. وجنبه ايه ايموجن كده اي حاجه يعني، اي حاجه كده. تمام. تحت بقى تسيب الاسم الوسطاني ده الاوسط وتقوم رايح عامل ايه اللي احنا نسخناه ده. ماشي. وده لا. تمام كده. احنا ايه بقى عملنا ايه يا باشا؟ كل ده احنا عملناه. طبعا انت مش كل ما هتحط كل ما الفيروس يتقل، بس عشان الفيديو يطول قوي يعني في 4 دقايق وانا بقول مش هطول. تمام. هتعمل ايه كده؟ فين بقى التركايه؟ في هنا. انت طبعا هتخش هنا ثواني. طبعا انا هكون سايب التشفيره دي ليك في ايه في ملف مضغوط يعني، ولو حد عاوز يخش ياخدها مني على طول ياخدها. تمام. قوم حاططها في وسط ده بس كده يا باشا وعدت على خير. تاخد ده كده. تمام اهو. بس هو اول واحد ده اهو مشاركه كده وعلى اي واتساب عندك. تمام اهو يا باشا. تمام. بس يفضل يعني انك ما تحطش الايموجينات كتير لان هيبقى شكله مش اللي هو يعني. تمام كده. الشرح النهارده خلص يا شباب. اشوف وشكم على في فيديو جديد. تمام. يا ريت تقدروا وتعملوا شير، وباذن الله الفيديو الجاي لو في تفاعل هنا هنزل لكم الفيديو اللي انا بقول عليه. باي.